السلام عليكم. باذن الله هنكمل مع بعض كورس الاوتوماتيك كنترول، وهندخل في جزء جديد وهو الريسبونس للسيستم عندي. تمام. احنا اول جزء معانا عملنا فيه ايه؟ اتعلمت فيه ازاي ان انا احول السيستم اللي عندي لماثيماتيكال ايكويشنز، ومن الماثيماتيكال ايكويشنز دي ان انا بجيب منها ترانسفير فانكشن، وكمان برسم ليها البلوك دياجرام. يبقى انا كده حولت السيستم بتاعي من حاجه ميكانيكال لمعادلات اقدر ادرسها واقدر اعرف منها السيستم بتاعي عامل ازاي والريسبونس بتاعه وهكذا. تمام كده. طب احنا الجزء بتاعنا دلوقتي اللي هو هتعلم فيه ايه او هعمل فيه ايه؟ محتاج ان انا ادرس الريسبونس بتاع السيستم، بمعنى انا السيستم ده لما يشتغل هيبدا يشتغل ازاي؟ هل هو هيشتغل على طول ولا يبدا الاول يشتغل بسرعه بطيئه؟ مثلا لو موتور يشتغل بسرعه بطيئه وبعد كده يوصل للسرعه الريتد بتاعته، او السيستم هيشتغل باي شكل ازاي؟ تمام. في نفس الوقت انا السيستم ده هل هو يبقى شغال بيرفكت طول الوقت، ولا يحصل فيه شويه ايرورز وشويه اخطاء عندي محتاج ان انا اعالجها كمان؟ فهي الفكره ان انا في الجزء ده كله ان انا هبدا بقى ادرس السيستم نفسه، ادرس الريسبونس بتاعه، ادرس، اشوف الايرورز اللي بتحصل فيه واشوف ازاي اعالجها والكلام ده كله. تمام كده. فهنبدا باول حاجه معانا وهو الريسبونس بتاع الفيرست اوردر سيستم، اللي هو انا دلوقتي لو همسك كل سيستم كده، احنا كنا بنجيب في البلوك دياجرام كنت بجيب معادله فانكشن في الاس. طب مش المعادله دي ممكن تكون من الدرجه الاولى ومن الدرجه الثانيه ومن الدرجه الثالثه؟ تمام. فانا محتاج ادرس السيستم بتاعي، ادرس الريسبونس بتاعها. فقال لك الاول حاجه في حاجه بندرسها الاول اسمها التست سيجنالز. يبقى انا كده في الاول هدرس حاجه اسمها التست سيجنالز. التست سيجنالز دي فكرتها ايه؟ اللي هي الفكره انا دلوقتي السيستم عندي لما كنا بنرسم الترانسفير فانكشن، تمام كده، كنت بقول ان انا السيستم عندي ده ليه انبوت وهيطلع لي اوتبوت. تمام كده. فانا التست سيجنالز دي بالنسبه لي هتكون هي الانبوت اللي هدخله على الترانسفير فانكشن بتاعتي، ومنها ابدا اشوف شكل الاوتبوت هيكون عامل معايا ازاي. تمام كده. فقال لك ان انا عندي شويه سيجنالز كده بسيطه، او هنقول اهمهم بالنسبه لنا، هم عباره عن ثلاثه سيجنالز. السيجنال الاولى وهي الامبالس سيجنال. الامبلس سيجنال دي عباره عن ايه؟ عباره اكنها بلصايه كده، ان انا بدي لحظه كده بلس وبعد كده افصلها تاني. زي مثلا ايه؟ البوش بوتن اول ما بضغط عليه بدي بلصايه وافصل تاني على طول. انا دلوقتي لما اضغط على البوش بوتن، لو فضلت دايس عليه دقيقه دقيقتين ثلاثه هو خلاص ادى السيجنال بتاعتي في الاول وخلاص على كده. فلو جيت رسمت شكله مع التايم بتاعي، لو جيت رسمت الامبلس سيجنال شكلها مع التايم، هلاقي ان هو شكلها عامل كده، ان هي عباره عن بلصايه، بلس فانكشن في التايم. هي بلس في اللحظه دي وخلاص على كده. تمام كده. فلو جيت قلت ان هي عباره عن البلس سيجنال دي شكلها يكون عامل ازاي، قال لك ان هي البلس فانكشن في التايم. لو عاوز احولها اللي هو ايه، للاس دومين، اللي احنا شغالين في الاس دومين، فساعتها هتكون بواحد. يبقى انا عندي الامبلس سيجنال اللي هو الامبلس فانكشن في التايم هيديني بواحد. لو كانت مثلا 5 امبلس اوف تي فساعتها هيديني 5. تمام كده. دي اول سيجنال معانا وهي الامبلس سيجنال. لو دخلت تاني سيجنال معانا وهي الستيب سيجنال، ودي اهم سيجنال معانا، ودي غالبا اللي بستخدمها في كل الامثله معانا. تمام كده. الستيب سيجنال دي عباره عن ايه؟ اكني بوصل مثلا فولت دي سي، بوصله لفتره من الزمن وبعد كده افصله، بمعنى ان انا شكل الريسبونس بتاعي او شكل الفانكشن في التايم هيكون عامل ازاي؟ ان انا هيكون بالشكل ده. تمام. يعني فانكشن في التايم واجي ارسم كده هيبقى عباره عن قيمه كونستانت ماشيه معايا فتره من الزمن، وليكن مثلا دي اقول ايه؟ ان مثلا دي 5 فولت، اللي هي قيمه شغاله للفتره دي. تمام كده. طب السيجنال شكلها كمعادلات عامله ازاي؟ قال لك ان انا في التايم دومين اللي هي وليكن مثلا A، فلما اجي احولها للاس دومين هتبقى عباره عن A على اس. يعني مثلا لو كانت 5 تبقى 5 على اس. لو كانت اليونت امبلس اللي هو اليو اوف تي يونت امبلس، ساعتها اللي هي ايه؟ 1 على اس. تمام كده. يبقى دي تاني سيجنال معانا. لو جينا بقى ندخل على تالت سيجنال معانا وهي الرامب سيجنال قال لك الرامب سيجنال دي هي داله اللي هو بتكون تزايديه، فانكشن عندي تزايديه مع الزمن، بمعنى ان شكلها هيكون عامل كده. شكل السيجنال عندي هيكون عامل كده. تمام. شكل السيجنال هيكون عامل كده، تزايديه مع الزمن. ممكن نعملها هنا بشكل افضل. تمام كده. يبقى انا عندي شكل السيجنال هيكون تزايدي مع الزمن. لو قلت ده الصفر كده فهو بيزيد معايا كده. طب ساعتها شكل الفانكشن بتاعتي هيكون عامل ازاي؟ قال لك ان انا الفانكشن كفانكشن في التايم يعني هتكون الاي اوف تي. لما اجي احولها ل لابلاس دومين هتبقى عباره عن الايه على الاس سكوير. تمام كده. يبقى كده دول التست سيجنالز اللي عندي اللي انا هستخدمهم كانبوت للسيستم عندي، ومنها ابدا اشوف الاوتبوت بتاعي هيكون عامل ازاي. تمام كده. بعد ما درسنا
التست سيجنال اجي اتكلم في حاجه تانية وهي التايم ريسبونس. نيجي نتكلم في حاجه هنا اسمها الايه، التايم ريسبونس. التايم ريسبونس ده اللي هو ايه، قال لك ان انا شكل الريسبونس بتاع السيستم عندي اللي هو اداء السيستم بتاعي كفانكشن في الزمن. تمام، بمعنى انا دلوقتي لو جيت ادرس العلاقه بتاعتي كده كفانكشن في التايم، ان انا عندي اداء الزمن بتاعي، هلاقي ان السيستم في بعض السيستم بيكون شكلها عامل ازاي، ان هو الاول بيبدا فتره ستيدي ستيت، بعد كده بيبدا فتره ترانزيانت ان السيستم بيحصل فيه تغيير، بعد كده يرجع ستيدي ستيت تاني، بعد كده يحصل ترانزيانت، بعد كده هيرجع ستيدي ستيت تالت. يبقى انا ده ديت حالة ستيدي ستيت، وديت حالة ترانزيانت، ديت حالة ستيدي ستيت، ودي حالة ترانزيانت، دي حالة ستيدي ستيت. فالفكرة عندي ايه اللي انا محتاج ان انا اعمله في السيستم ده، انا عاوز اعدل السيستم ده، عاوز اخليه كله ستيدي ستيت، بمعنى ان انا ادي ده ستيدي ستيت مفيش فيه مشكلة. تمام كده، عاوز الجزء الترانزيانت ده اخليه ستيدي ستيت هو كمان، اخليه بالشكل ده، ما يبقاش فيه تغيرات كده كبيرة بالشكل ده، عاوز احسن فيه على قد ما اقدر. وبعد كده كده السيست التاني، وبعد كده عاوز الترانزيت ده احوله السيستيت هو كمان، وبعد كده ده السيستيت عادي. يبقى انا كده عاوز احول شكل الكيرف بتاعي من الشكل اللي هو رقم واحد ده اللي هو بالاحمر، للشكل رقم اتنين ده اللي هو بالابيض، اللي بدل ما كان السيستم عندي فيه ترانزيت وفيه سيستيت، لا انا عاوز اخليه كله السيستيت، بس مع اختلاف ان السيستيت ده قيمه كونستانت، لا هنا في تغيير بسيط فيه، فانا يعتبر بحاول احسن في السيستم على قد ما اقدر. تمام، لو جينا خدنا مثلا الجزء ده كده، الجزء ده الجزء ده كده، المقطع ده كده، وعملنا له زي زوم شويه، فانا الشكل ده عندي هيكون عامل ازاي، هلاقي ان السيستم زايد كده، وبعد كده يبدا يحصل له الستيدي ستيت، اللي هو الجزء ده كده، ده جزء الستيدي ستيت، الستيدي ستيت. تمام، والجزء التاني ده اللي هو جزء الايه، الترانزيانت عندي، ده الجزء اللي السيستم بيتغير فيه. انا كده عندي جزء ترانزيانت وجزء ستيدي ستيت. تمام كده، وانا محتاج ان انا احسن في السيستم على قد ما اقدر عندي. طب انا دلوقتي السيستم ده هي عباره عن شويه كيرفات، صح كده؟ طب انا برضو قلت ان انا عشان كيرفات والكلام ده كله محتاج ان انا اتعامل معاهم ماثماتيكالز الاول، صح؟ فقال لك ان انا احولهم لدايره كهربيه، فقال لك عشان اقدر اتعامل مع الكيرفات دي بحولها لدايره كهربيه. طب انا عارف ان اي دايره كهربيه عندي بتتكون من ار ال سي سيركت، فقال لك ان انا خلاص هعمل دايره كهربيه تمثل لي الفيرست اوردر سيستم، اللي هو عنوان اصلا الفيديو بتاعنا اللي هو الايه، ريسبونسيف فيرست اوردر سيستم. تمام كده، لكن انا هعمل دايره كهربيه تمثل لي الفيرست اوردر. تمام، دلوقتي هتتكون من ايه؟ هتتكون مثلا من ار وسي. تمام، طب انا عاوز اعمل السكند اوردر، هروح مزود مكثف وملف. طب عاوز الثيرد اوردر، هزود تاني. يبقى انا كده كل ما بزود قيمه الملف والمكثف عندي في الدايره، يبقى انا كده بقى ايه، بعلي الاوردر بتاعي بتاع المعادله اللي عندي. تمام كده، فلو هنبدا بقى نمثل اول حاجه معانا وهي الايه، الفيرست اوردر. تمام كده، ان اصلا ده عنوان الفيديو معانا. تمام كده، لو جيت مثلت ايه الفيرست اوردر عندي، فقال لك ان انا همثل الفيرست اوردر عندي بمقاومه ومكثف. تمام كده، ادي ديت الار وادي ديت السي، وادي هنا ده الانبوت بتاعي مثلا اليو ار، وده اليو سي، كالار كرمز للانبوت والسي رمز للاوتبوت. تمام كده، لو انا عايز اجيب الترانسفير فانكشن لحاجه زي كده، فانا الترانسفير فانكشن كنت بجيبها ازاي؟ انا هفترض ان في تيار ماشي هنا اي، فهجيب له الاول اليو ار بتساوي ايه، اللي هو الار في اي زائد واحد على سي انتجريشن الاي دي تي. عايز اجيبها كفانكشن في الاس، تبقى اليو ار كفانكشن في الاس كانت عباره عن ايه، هتبقى داتا الاي اوف اس، اخد بقى طبعا التيار عامل مشترك زي ما جبناه في بدايه ال الكورس خالص، اللي هو تبقى ار زائد واحد على اس سي. تمام كده، ثواني ديت واحد على اس سي. تمام، بالمثل عاوز اجيب معادله الاوتبوت اللي هو اليو اوف سي، هجيبها كفانكشن في الاس دايركت بقى على طول، اللي هنا بالنسبه التيار اللي هيمر في المكثف عباره عن واحد على اس سي في الاي. عاوز اجيب له بقى الترانسفير فانكشن تبقى عباره عن الاوتبوت على الانبوت. تمام كده، فالاوتبوت بتاعي اللي هو اليو اوف سي والانبوت اللي هو اليو اوف ار، يبقى انا كده عباره عن واحد على اس سي في الاي على ار زائد واحد على اس سي، كل ده في الاي. تمام، اطير التيار مع التيار، مقام البسط مقام، فيطلع معايا المعادله عباره عن ايه، واحد على واحد زائد ار اس سي. تمام كده، وتبقى دي معادله
معادله الترانسفير فانكشن بتاعتي للفيرست اوردر سيستم. تمام كده. فقال لك ان انا ممكن المعادله دي اكتبها بشكل تاني، بمعنى قال لك ان انا كده اقدر اكتب له ان انا عندي ترانسفير فانكشن عباره عن واحد على التي سي التي اس زائد واحد. تمام. او بمعنى اصح ممكن نسمي ده كي على التي اس زائد واحد. مين دول؟ مش انا كانت اصلا المعادله اللي انا جبتها كانت عباره عن واحد على ار سي في الاس زائد واحد؟ دي المعادله اللي انا جبتها. فقال لك ان انا الجزء معايا اللي هو الار سي ده هسميه بتي، فيبقى انا كده عندي ان التي عباره عن ده هنسميه اللي هو الايه، التايم كونستانت. تايم كونستانت. والتايم كونستانت ده بيعبر لي عن زمن الشحن والتفريغ للمكثف اللي في الدايره عندي. ما انا الدايره عندي عباره عن ايه؟ ار وسي، صح كده؟ فالسي ده، السي ده المكثف اللي عندي. فقال لك ان انا عندي التي ده عباره عن التايم كونستانت اللي هو الار سي اللي هو زمن الشحن والتفريغ اللي عندي. وفي نفس الوقت البسط اللي عندي ده اللي هو الكي سميناه الدي سي جين. الدي سي جين هو جين قيمه بزودها للسيستم عشان مثلا لو عاوز اكبر السيستم او اصغره. يبقى انا كده عملت زي قانون جنرال للفيرست اوردر سيستم. انا الفيرست اوردر سيستم عباره عن ايه؟ عباره عن كي على التي في الاس زائد واحد. الكي ده عرفت ان هي الدي سي جين، والتي في الاس الايه، التي نفسها اللي هو الايه، التايم كونستانت. كمثال مثلا لو جه في اكزامبل كده قال لك ان انا عندي ان الجي اوف اس بتساوي 3 على اس زائد 5. دي معادله فيرست اوردر سيستم. وهو بيقول لك ايه؟ فايند، عاوز يجيب الكي الجين وعاوز يجيب التي اللي هو التايم كونستانت. فهجيبهم ازاي؟ انا قلت ان انا عندي المعادله لازم تكون في الجنرال فورم. فالجنرال فورم كانت عباره عن كي على التي اس زائد واحد. يبقى انا لازم عباره عن حاجه مضروبه في الاس زائد واحد. يبقى انا لازم الخمسه دي تكون واحد. فقال لك ان انا هعمل ايه؟ هقسم الاطراف كلها على الخمسه. فساعتها اقول له ان الجي اوف اس بتساوي ايه؟ الجزء ده هتبقى 3 على 5، وهنا ده 1 على 5 في اس زائد واحد. انا قسمت على الخمسة هنا وهنا وهنا، قسمت على الخمسة في كل ده. يبقى ساعتها اسوي ده ان هي عبارة عن كي على التي اس زائد واحد. فساعتها اقول له ان الكي عبارة عن ان الكي بتساوي 3 على الخمسة. وساعتها اقدر اقول له ان التي اللي هو التايم كونستانت عبارة عن خمس. يبقى انا كده لازم احولها للجنرال فورم بتاعي. يبقى انا كده جبت الجنرال فورم للفيرست اوردر سيستم، صح كده؟ تمام. عاوز بقى ابدا اشوف ادرس الانبوت بتاعي لما ادخله على الفيرست اوردر سيستم، واشوف شكل الاوتبوت بتاعي هيكون عامل ازاي. تمام كده. فهنبدا اللي هو الايه، الثلاث حالات بتوعنا اللي احنا اتكلمنا عليهم. فاول حاجه، اول سيجنال كانت الامبالس، صح كده؟ الامبالس سيجنال. فالامبالس سيجنال احنا خلاص بقى بشكل عام ان جنرال الترانسفير فانكشن بتاعتي كانت عباره عن ايه؟ عباره عن كي على التي اس زائد واحد. هيدخل لي هنا انبوت وهيطلع لي اوتبوت. تمام كده. الانبوت اللي هم الثلاثه سيجنال اللي احنا اتكلمنا عنهم، الامبالس واليونت ستيب والرامب. تمام كده. وعاوز اشوف شكل الاوتبوت بتاعي هيكون عامل ازاي. فنيجي اول حاجه معانا اللي هو الامبالس. فانا الامبالس الانبوت بتاعي، الانبوت بتاعي الامبالس سيجنال، صح كده؟ فلما اجي اجيب الترانسفير فانكشن بال اسمه دوت بالبلوك دياجرام ريدكشن اللي هو الكاسكيدد، فاضرب ده في ده اللي هو تبقى عباره عن واحد في كي على تي اس زائد واحد، هيديني اللي هي كي على تي اس زائد واحد. تمام كده. ده الترانسفير فانكشن كفانكشن في الاس اللي هو هسميها مثلا وليكن السي اوف اس. تمام كده. عاوز ارسمها بقى، عاوز ارسمها كفانكشن في التايم. قال لك ان انا عشان ارسمها كفانكشن في التايم انا محتاج احولها للتايم دومين، صح؟ فقال لك ان انا هجيب لابلاس انفرس. فانا هجيب لابلاس انفرس للسي اوف اس عشان احولها للسي اوف تي. فلابلاس انفرس ليها انا مش محتاج اعرف خطوات التحويله في النص. فساعتها المعادله بتاعتي تبقى عباره عن ايه؟ على كي على التي مضروبه في اي اس سالب التي على التي. كده دي سي جين وده التايم كونستانت والتي ده التايم بتاعي. تمام كده. تبقى دي المعادله بتاعتي. وشكل الريسبونس بتاعي ساعتها بيكون عامل ازاي؟ قالك ان شكل الريسبونس بتاعي هيكون عامل كده، هيكون نازل بالشكل ده كده. تمام. ده شكل الريسبونس بتاعي. طب الشكل ده بيعبر عن ايه؟ انا قلت دي امبulse سيجنال، صح؟ فدي فكره اللي هو اكني وصلت فولت اديت بلصايه رحت فاصلها على طول، اكنك انت اديت جهد على مكثف فاتشحن ورحت فاصلها على طول فبدأ يفرغ القيمه بتاعته. تمام كده. فدي كده اول سيجنال معانا وهي الامبulse سيجنال. لو جينا لتاني سيجنال معانا وهي اليونت الستيب سيجنال. تمام كده. تاني سيجنال معانا وهي الستيب سيجنال. الستيب سيجنال ساعتها ان انا عندي الانبوت بتاعي، الانبوت كانت عباره عن ايه؟
اللي هو اليو اوف تي، اللي هو اليو اوف اس بقى هنا اليو اوف تي بتاعها كان بواحد، ده بالامبلس. الستيب بتاعتها كانت اللي عباره عن ايه؟ كانت واحد على اس، ده الانبوت بتاعي. لما اضربه في الترانسفير فانكشن اللي هو كي على التي اس زائد واحد بتاع الفيرست اوردر، فساعتها السيستم عندي هيكون عامل ازاي؟ عباره عن كي على الاس في تي اس بلس 1. تمام كده. بنفس الفكره عاوز اجيب بقى اللي هو لابلاس انفرس للسي اوف اس، اللي هو على طول بقى السي اوف تي، ان انا احولها كفانكشن في التايم. فساعتها التحويل لقيت ان المعادله عندي هتساوي ايه؟ كي في واحد ناقص الاي اس سالب التي على التي. تمام كده، دي المعادله بتاعتي. وساعتها شكل الريسبونس بتاعي هيكون عامل ازاي؟ اللي هو شكل السيستم عندي هيكون عامل ازاي؟ قال لك ان السيستم عندي هيكون تزايدي بالشكل ده كده. تمام كده. وقال لك ان انا بقى في شويه معلومات محتاج ان انا اعرفهم. هو السيستم هنا ده هيوصل للستيدي ستيت عند الزمن واحد، او اليونت تايم. تمام كده. فقال لك ان انا السيستم عندي لاحظت ان هو بيوصل عند اللي هو الار سي، اللي هو زمن الشحن اللي عندي، اللي هو التايم كونستانت، بيوصل عند 63%. يبقى انا كده لما اقول ان السيستم ده التايم ريسبونس بتاعه مثلا، ان التايم ريسبونس بتاعه بخمسة سكند، معناها ان السيستم ده وصل ل 63% من الاداء بتاعه عند 5 ثواني. تمام كده. بعد كده لقيت ان انا وانا بدرسه لقيت ان هو بيوصل عند 2 تي، اللي هو ضعف التايم كونستانت، عند 86%. 86%. بعد كده لقيته ان هو بيوصل عند 3 تي. 3 تي لقيت ان هو بيوصل عندها في كام؟ عند 95%. تمام كده. يبقى انا كده عندي السيستم بتاع الايه لما بدخل له ستيب سيجنال، لقيت ان هو عند زمن تي، او بيوصل للتايم كونستانت في 63% من اداء السيستم بتاعي. تمام كده. وعند 2 تي 86%، وعند 3 تي بايه؟ ب 95%. وبدا كده شكل السيستم بتاعي. ندرس اخر سيجنال معانا بقى، رقم 3، واللي هي كانت الرامب سيجنال. تمام كده. اللي هي كانت داله تزايديه مع التايم. تمام. فساعتها نفس الفكره، الترانسفير فانكشن بتاعتي انا عندي الانبوت بتاعي كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن الاي على الاس سكوير، صح كده؟ لما اجي اضربه في الترانسفير فانكشن بتاعتي كي على تي اس زائد واحد، ولنفترض مثلا هنا ان التايم كونستانت عندي اللي هو او قصدي الدي سي جيم بواحد مثلا، فتبقى واحد على تي اس زائد واحد. تمام. فساعتها ان انا عندي شكل المعادله هيكون عامل ازاي؟ انا هنا وهفترض ان الاي بواحد هي كمان كانت تسهيل، انا في الاخر عاوز ارسم شكل السيستم مش اكتر. فساعتها يبقى عباره عن واحد على الاس سكوير في التي اس بلس 1. تمام كده. ادي المعادله بتاعتي. لما اجي اجيب بقى اللي هو المعادله كفانكشن في التايم، ان السي اوف تي ساعتها هتكون عباره عن ايه؟ قال لك ان هي عباره عن التي ناقص التي زائد تي، اللي هي الار اللي هي التايم كونستانت، في اي اس سالب التي على التي. تمام كده. ادي شكل المعادله بتاعتي. ولما اجي ارسم الريسبونس بقى، الريسبونس هيكون شكله عامل ازاي؟ الريسبونس بتاع السيستم عندي في حاله الرامب سيجنال، قال لك ان انا عندي دلوقتي في الاول ان انا عندي المعادله كفانكشن الانبوت بتاعي الرامب اهوت اللي هو الار اوف تي. تمام كده. وشكل بقى المعادله نفسها السي اوف تي يكون شكلها عامل كده. ادي ده الشكل اللي هو الايه؟ السي اوف تي. تمام كده. وفي النص ما بينهم هنا بيكون اللي هو الايه؟ التايم كونستانت بتاعي، اللي هو التايم كونستانت بتاعي. تمام كده. يبقى ده كده اللي انا محتاجه في الفيرست اوردر سيستم ده بشكل عام. ايه اللي انا محتاجه في كل، انا دلوقتي عندي ثلاثه تيست سيجنال. تمام كده. فانا محتاج في كل واحده اعرف المعادله في التايم دومين اللي هي السي اوف تي بتساوي كام في حاله الامبلس والستيبل رامب، وشكل الريسبونس عندي بيكون شكله عامل ازاي في الثلاث حالات. واحنا كده خلصنا اول حاجه معانا اللي هو الايه؟ الفيرست اوردر سيستم.